السلام عليكم. من أخطر أنواع النساء يا جماعة هي اللي بتجري ورا المال، والنوعيات اللي زي دي ما بيبقاش عندها قناعة بأي شيء، لا قناعة بشخص ولا قناعة بحب ولا قناعة بمشاعر، بيبقى كل هدفها هو المال. وللأسف دايما نهايات النساء اللي من النوع ده بتبقى بشعة. ده اللي هنشوفه وهنعرفه في جريمة مروة. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو بيعجبك المحتوى اللي بنقدمه. الجريمة بدأت ببنت اسمها مروة دي كانت إنسانة غلبانة، كان معاها لسه مخلصة دبلوم، كانت من عيلة بسيطة جدا تكاد تكون مفيش تحت خط الفقر زي ما بيقولوا كده. بس مروة دي كانت بتمتلك جمال في الشكل والقوام، كان بكل الناس كانت عايزة ترتبط بيها. وهي طبعا كل اللي كان بيجي لها كان مفيش، ضايعين، لأنه عارفين طبعا حالتها كانت بايظة يعني صعبة يعني. فالمهم أحسن واحد جالها كان واحد اسمه أحمد ده كان شغال إداري في مدرسة، كان طيب وكان إنسان محترم جدا. والميزة اللي كانت فيه إنه كان عنده شقة اللي هو واخدها عن أبوه وأمه، كانت إيجار قديم. فالمهم جه أحمد، هي وافقت عليه، وهي وافقت عليه يا جماعة عشان خاطر تطلع من الفقر اللي هي فيها، لأن ما كانش فيه. كانت بتشتغل في ساعات في مكتبة، ساعات في صيدلية، ساعات في محل ملابس، فهي زي ما تقولوا زهقت. فالمهم أول ما اتجوزت أحمد، طبعا أحمد كان بيموت فيها، بيحبها جدا طبعا عشان هي طبعا جميلة، وفي نفس الوقت كانت من عيلة بسيطة. ومع الوقت وعدت أول سنة خلفت بنت اسمها نهى. بس كانت مشكلة مروة إن هي مش لاقية نفسها خالص مع أحمد ده، مش حاسة بيه، رغم إنه كان بيعمل المستحيل عشان يرضيها. كان بيشتغل في المدرسة وكان بيطلع يشتغل في حتة تانية، ولدرجة إن هو يعني كان بيسوق توك توك عشان حتى يكفي طلباتها ويخليها مش محتاجة حاجة هي وبنتها. والغريبة يا جماعة في اللي احنا بنقوله ده ان طبيعة اي زوجة لما بتخلف بتبقى فرحانة ان دي اول خلفتها، وفرحانة ان خلفت بنت او ولد وبتعيش عشانها. لكن مروة ما حصلش كده، بالعكس، ده هي اول ما خلفت زعلت واتضايقت. ليه؟ شافت ان البنت اللي خلفتها نهى دي هتربطها ومش هتخليها عندها طموح انها تعمل اي شيء. فالمهم وكعادة الزوجات او الستات بتوع الايام دي، كان بتدخل على النت على المواقع والجروبات، فتعرفت على شاب اسمه زياد ده كان شاب غني جدا وكان عازب، ابوه كان عندهم مصنع صابون. فالمهم نشأ بينهم طبعا على النت بعد كلام واستلطاف. واول ما زياد شافها اتبهر بيها، لان زي ما قلنا في الاول مروة كانت فائقة الجمال، في نفس الوقت مش جمال بس، قوام كمان يا جماعة. ونركز على موضوع القوام ده لأن كانت سلاح هي بتستخدمه في أي حاجة عايزة توصل لها. فالمهم زياد طبعا موضوع اتطور، ابتدى يحبها ويرتبط بها أكتر، كان بيبعت لها هدايا وبعت لها فلوس. فالمهم قالت له أنا بصراحة بحبك ومش قادر أعيش من غيرك، وأنا لو اتطلقت هترضى تتجوزني؟ طبعا زياد قال لها أول ما تتطلقي أنا هتجوزك على طول. فجت مروة زياد أول ما قال لها الكلمتين دول ابتدت يحصل مشاكل بينها وبين احمد، ابتدت تخترع له اي مشاكل، لدرجه انه هي قالت له المصاريف ما بتكفيش وانا مش عارفه اعيش معاك وطلقني. طبعا طلقني دي بالنسبه لاحمد اكنها بتقتله، لان احمد كان بيحبها جدا، خصوصا ان عندهم بنت زي ما قلنا اسمها نهى. فالمهم احمد لما لقى مروه مش عاجباها العيشه، فابتدى احمد يتجه للشيء الغلط والشيء الشمال عشان يجيب فلوس اكتر ويخليها مبسوطة. فابتدى أحمد اشتغل في المخدرات مع الناس في المناطق الشعبية اللي يعرفها، وبالفعل أحمد ابتدى يمسك فلوس كتير. في الوقت ده مروة كانت بتكلم زياد وكانت بتحاول تثبته. فكانت المفاجأة لما أحمد اشترى الشقة اللي كان قاعد فيها اللي هي كانت إيجار قديم، ادى للراجل مبلغ وكتبها باسم مروة عشان يرضيها. فمروة لما لقت كده لقت نفسها انها بتتكتف اكتر، وانها مش هتقدر تقول لاحمد طلقني او اي حاجة. فتعمل ايه مروة دي؟ فعرفت طبعا من احمد، لان هي كانت عارفة انه بيشتغل طبعا في المخدرات وهو كان بيقول لها، فعرفت انه هو كان معاه كيسة رايح يوديها الناس. فقامت جايه راحة مروة مبلغة عنه، وبالفعل احمد اتمسك وخد 10 سنين سجن. وراحت مروة ودت بنتها نهى رمتها عند اهله، وقامت جايه بايعه الشقه وسافرت على طول. طبعا اول ما عملت كده قامت جايه راحه لزياد، وبالفعل زياد طبعا راح لاهله وقدم مروه اللي هم طبعا شافوها واتبهروا بيها، وعشان طبعا زياد بيحبها. وبالفعل زياد اتجوز مروه واتنقلت مروه للغنى في شقق بقى وعربيات وفلوس، وبقى لها حسابات في بنوك، وبقت تعيش حياه هي كانت بتتمناها. فعدى طبعا
فترة كذا سنة، فمروة ابتدت تحس بالملل مع زياد. والإحساس بالملل ده يا جماعة كان مشكلة زياد، إن هو ما كانش قادر، يعني بمعنى أصح مش عارف يوفي حقها يعني. فكانت هي بقى بعد ما شبعت من الفلوس والحاجات اللي زي دي، كانت دي مشكلتها، إنها مش حاسة بزياد، أو مش زياد مش قادر يكفيها كست يعني. ففي أحد المرات كان التكييف فويس، فاتصلت بزياد، فزياد بعت لها ناس تبع الشركة يشوفوا التكييف ماله. فجه شخص اسمه هاني، فهي أول ما شافت هاني، طبعا هاني ده كان فرع وكان شاب وسيم وكان جميل، دخل طبعا وشاف التكييف. أول ما شافته مروة اتبهرت بيه جدا، شافته شاب بقى اللي هو الناس الكافحة، الناس اللي هي بتشتغل. فأخدت مروة رقمه بحيث إن لو التكييف حصل حاجة تبقى تتصل بيه. وبالفعل وبعد فترة لما مروة ابتدت تشعر بانها عايزة تشوف هاني ده، بوظت فعلا التكييف واتصلت بهاني، وابتدى يجي وابتدى ينشأ بينهم كلام. وطبعا هاني كان عازب وما خدش في ايد مروة غلوة، لان زي ما قلنا في الاول مروة دي كانت فائقة الجمال، وكانت بتستغل جمالها انها توصل لاي حاجة هي عايزاها. وبالفعل نشأ بينهم علاقة، وابتدت العلاقة تتطور، خصوصا ان مروة اول ما حصل بينهم بعض علاقة شافت في هاني كل شيء. يعني هي اصلا حياة مروة كانت للفلوس فقط، هي طماعة، هي عايزة فلوس فقط. لكن لما حصل علاقة بينها وبين هاني نسيت خالص اي شيء، وابتدت تشعر بهاني ده كأنه اللي بيسد حاجتها، وفي نفس الوقت ابتدت تحبه. فطبعا هي لقت انها مش قادرة تستغنى عن هاني، خصوصا ان هاني ده ابتدى يحبها جدا. فاتفقت هي وهاني انها ترستق امورها وتظبط نفسها وتجمع فلوس وتسيب زياد وتتجوز هاني ويعيشوا مع بعض، لان هي شافت في هاني كل اللي هي عايزاه، خصوصا انها معاها فلوس يعني. فالمهم جت مروة داخت في مرة كده وحست انها نفسها غم عليها، فراحت للدكتورة فعرفت انها حامل. ومروة عرفت انها حامل مش من هاني، مش من زياد، لان في الوقت ده زياد ما كانش بيقرب لها. فطبعا مروة غيرت خطتها تماما، وفكرت وخططت هي وهاني، اتفقوا ان هي هتستنى لغاية ما تولد، وبعد كده هيتخلصوا من زياد وتورثه. لان زياد يا جماعة كان وحيد ابوه، وابوه كان اتوفى وهو اللي ماسك كل حاجة. يعني زياد هو كان الوحيد على اخواته البنات، وهو اللي ماسك مصنع الصابون. فهي عارفة لو قتلته وهي حضنة الطفل هتورث كل حاجة، او هتورث النسبة الاكبر يعني. فالمهم ابتدت فعلا مروة فرحت زياد، وزياد كان في قمة سعادته لما عرف ان طبعا مروة حامل، لان زياد كان بيحبها جدا وكان متيم بيها زي طليقها اللي طلقت منه احمد. فالمهم بعد فترة في احد الايام جه زياد وهو في الشغل بيتصل على مروة يطمن عليها، مفيش. يرن مرة واتنين وتلاتة مفيش. فطبعا زياد قلق، فخد عربيته ورجع عشان يشوف مروة مالها، لأنها حامل وخايف عليها. فبيفتح الشقة ودخل فلقى مروة مدبوحة بالسكينة والدم مغرق السرير. فطبعا اتصدم وصعق وصوت، فالناس طبعا اتلمت وبلغوا طبعا الشرطة، وجات الشرطة عايزين يعرفوا ايه اللي حصل. وهنا يا جماعة ابتدت المباحث تدور على مين الفاعل، واول الاتجاه راح لهاني ده، خصوصا ان الجمرات جابت هاني ده انه بيتردد اكتر من مرة على الشقة. ومسكوا طبعا هاني، ولما واجهوه بالواقعة اقر فعلا ان بينه وبينها علاقة. بس طبعا هاني قال انا ما قتلتهاش، وهقتلها ليه؟ ومن ضمن الاعتراف اللي اعترفه هاني ان الطفل اللي كانت حامل فيه ده يبقى ابنه. وبالفعل لما جم ياخدوا عينة من مروة ويطبقوها طلع فعلا ان هاني يبقى ابو الطفل اللي كانت حامل فيه. فطبعا زياد اتدمر ودخل في صدمة رهيبة، ما كانش متوقع ان مروة بتخونه. بس المشكلة يا جماعة الشرطة عايزة تعرف مين اللي قتل مروة، فابتدوا يتجهوا للكاميرات لآخر 10 أيام موجودة في المكان. فلقوا شخص غريب كان بيتردد باستمرار، كان بيجي يقف قصاد العمارة فترة طويلة. فابتدوا يكشفوا عن شخصية الشخص ده، وبالفعل اتضح ان الشخص ده هو احمد طليقها، وابتدوا يتحروا عنه. وبالفعل مسكوه، ولما مسكوه يا جماعة واجهوه بالكاميرات اعترف فعلا ان هو
اللي طلع وزقها وكتفها وخدها وذبحها عشان هي اللي بلغت عنه وهي السبب اللي وصل له أحمد. ولما الشرطة عرفت استغربت من مروة دي، لما عرفت من أحمد ده إن هي اللي بلغت عنه فعلا، لأن لما جت تبحث في الموضوع اتضح فعلا إن هي اللي بلغت عن جوزها اللي اسمه أحمد ده، وهو اتحبس. وراحت كمان رمت بنتها عند أهل أحمد ده وطلبت الخلع بعديها مفيش 5 شهور. فاتضح فعلا للشرطة إن أحمد قتلها انتقام منها في اللي عملته فيه. وأحمد اتحكم عليه ب10 سنين بعد طبعا ما أدان بقتلها، لأن السبب كان انتقام للي عملته فيه. ودي قصة من ضمن القصص يا جماعة. وزي ما قلنا في الأول يا جماعة، أخطر نساء هما اللي بيجروا ورا الفلوس أو المال. النساء اللي النوع ده مستحيل ابعد عنهم، ما بيبقاش عندهم عزيزهم في الفلوس، عزيزهم في المال. والقصة دي يا جماعة تعلمنا ان نخلي بالنا، وتعلم اي انسانة مهما كانت طماعة ومش قنوعة بالعيشة اللي عايشاها تعرف ان اخرها لازم يكون ندم وخراب. اللي ما بيرضاش بعيشته ربنا سبحانه وتعالى بيوقعه في شر أعماله. ودي رسالة لأي زوج، ما تاخدش إنسانة عشان خاطر جمالها أو شكلها أو قوامها. يا ريت تاخد الإنسانة اللي هي شرياك، تاخد الإنسانة اللي عايزة تعيش معاك. وآخر رسالة لأنواع وأمثال زياد اللي هم الناس اللي بيبقوا أغنياء، الناس اللي مش شايلين هم وبيدوروا على مزاجهم. خلي بالك، لازم تعرف إن اللي سابت جوزها عشانك هيجي الدور عليك وهتسيبك عشان غيرك. عافانا الله وإياكم من الغلط، وعافانا الله وإياكم من فتنة المال. ويا ريت يا جماعة نشير المحتوى ده، لأن أكم من الزوجات وأكم من النساء بقت الفلوس دي عندهم فعلا أهم من أي حد، بقت أهم من عيالهم. واللي وصل معانا لغاية هنا ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة لو بيعجبك المحتوى بنقدمه. وأشوفكم القضية الجاية أو القصة الجاية، والسلام عليكم.